واحدة من أسوأ النتائج التي مني بها المنتخب المصري في أعوامه الأخيرة، والتي عكرت بهجة العيد لدى الكثير من المصريين ونزلت عليهم كالصاعقة بعد أن تبددت أحلام التأهل لمونديال البرازيل. 6 أهداف هزت الشباك المصرية مقابل هدف سجله أبو تريكة من ضربة جزاء في الشوط الأول، نتيجة لم تعرفها الكرة المصرية منذ ما يقارب 20 سنة، بعد أن هز المنتخب اليوناني الشباك المصرية بمثل هذا العدد من الأهداف في إحدى المباريات الودية عام 1994. الأداء السريع الهجومي المتناغم للمنتخب الغاني قابله أداء غير معتاد من فريق له تاريخ مبهر طالما أمتع العالم بأدائه المتميز النظيف. المحللون قالوا إن الأخطاء الدفاعية للمنتخب المصري أعطت مساحات واسعة دفعت الفريق الغاني لامتلاك الأرض والأخذ بزمام المبادرة في تسجيل هذا السيل المتسارع من الأهداف، الأمر الذي حمل المنتخب المصري مهمة صعبة في مباراة العودة والتي ستقام على الأراضي المصرية في 19 من نوفمبر المقبل، حيث يتطلب الأمر أن يسدد المصريون 5 أهداف نظيفة في الشباك الغانية. الهزيمة الثقيلة دفعت العديد من المراقبين لطرق أبواب الحديث عن علاقة الأجواء السياسية المتردية للحالة المصرية ومدى تأثيرها على المشهد الكروي، والذي يطرح تساؤلات عدة تجيبها ردود أفعال شعبية من المتوقع أن تحاول البحث عن أسباب هذا الهبوط المفاجئ الذي يهدد سمعة الكرة المصرية.